بص الحوار ده، انا اكتشفت الطريقه اللي خلت عمر مرموش يتعلم انجليزي. مرموش مش بس اتعلم انجليزي، لا ده كمان اتعلم الماني، لانه قعد 7 سنين في المانيا قبل ما يروح انجلترا. انا درست الطريقه اللي استخدمها علشان يتعلم اللغات دي بسرعه، وقسمتها ل3 خطوات تقدر تطبقهم وتتعلم انجليزي وتغير حياتك، سواء عايز تعلي مرتبك او تسافر. اول خطوه، احفظ تشانكس مش كلمات. عمر مرموش لما راح المانيا كان عايز يعدي من المواقف اليوميه بس، فكان بيحفظ العبارات اللي بيستخدمها في يومه، زي إيه الاخبار، انا كويس، ممكن كوبايه شاي، ويا ابني لو حد بصاله غلط. ومع الوقت بتلاقي دماغك لوحدها فهمت اللغه وبدات تكون جمل اعقد. تاني خطوه، فكر باللغه ما تترجمش. مرموش لما راح المانيا كل اللي حواليه بيتكلموا الماني، فهو بعد 4 شهور ممكن ينسى العربي اصلا. علشان كده لو حد رجع من بره تلاقي العربي بتاعه مكسر. هو مش بيتعوج عليك ولا حاجه، ولكن هو من كتر ما سمع اللغه عقله خلاص لا اراديا بقى بيفكر بيها. طب ازاي انا كمتعلم اعمل كده من غير ما اسافر؟ اسمع اغاني وافلام وفيديوهات كتير باللغه كل يوم، شغل ترجمه في الاول وواحده واحده مع الوقت شيلها. ثالث واهم خطوه، مارس اللغه كتير وما تقعدش تاخد كورسات. لو فاكر ان مرموش ما كانش مكسوف في الاول، فكر تاني، لان محدش بيبدا عارف كل حاجه. فاقحم نفسك في محادثات كتير باللغه. دلوقتي كمان عندك الاي اي تتكلم معاه، لكن هتخش على انجليزي edu.com علشان انا سايب لك هناك الخطه كامله.